كتبت للناس على تويتر عندي ايه رايكم، الصحفي يقول كل الاخبار عنده ولا لا، وهل نزول التشكيل بتاع منتخب مصر في ظل وجود محللين اداء لكل المنتخبات امر عادي ولا سلبي؟ تعالوا نتناقش بهدوء وابعتوا على هاشتاج قهوه فايق. فالناس بعت كالتالي: عمرو مصطفى قال طرح محللين الاداء طرح مغلوط، محلل الاداء بيبني توقع بناء على مشاهدته للمنافس وفكر المدرب وبيحاول يترجم المشاهده دي لاستنتاج، لكن الوضع هنا مختلف، ده صحفي بينشر معلومه مؤكده من الكواليس فما فيش وجه مقارنه. وجهه نظر. جو غالبا كده بعد تصريح مدرب كوت ديفوار النهارده ممكن نقول انه شاف التشكيل اللي كان منزله عبد الباسط قبلها بيومين وقد ايه هو فاشل وباد لوزر. ماشي. عاصم غلب. ساره مش مع نزول التشكيل طبعا، ولو المنتخب خسر الماتش اللي فات كان الكلام هيختلف. مايكل فوزي بيقول ما فيش حاجه مستخبيه، اراء كمل وليه عندك شاي، وكمان اللي بيفرق هي جوده اللعب والقتاليه والجاهزيه والعناصر. محمد علي التشكيل معروف للجميع دلوقتي، هي مسألة احد في الشارع يقول لك على الاقل نسبه 95%. صحيح. اختلاف ما بين لاعب ولا اتنين، فما بالك بالمنتخبات اللي بتنافسك، احنا كمان بنبقى عارفين طريقه لعبهم، وحضرتك جبت تفاصيل فريق ساحل العاج قبل المباراه وطلع صحيح بنسبه 100%، فبقتش سر يعني. شيري بقول لا طبعا، يقول طبعا التشكيل مش سر يعني لكل المنتخبات المنافسه، يعني في اراء كتير جدا جدا وكلها وجهات نظر، وده جمال الكوره. عنوان عبد الباسط نقطتين: تشكيل السنغال هتقوله ولا مش هتقوله؟ لا خلاص مش هقوله. لا ماشي. نخش بقى في التفاصيل المهمه. الزمالك رايح على فين؟ وديني بقى من البهريز اللي عندك جوه. لا الزمالك الوضع صعب جدا. صعب يعني انت عارف لدرجه ان جماهير الزمالك ما بقتش تتفرج، يعني ده الجديد بقى. يعني كل ما تكلم حد يقول لك لا 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 خلاص ما بتفرج، ما خلاص، ما انت مبدئيا خلاص الناس قبلت انها بتتغلب. ماشي. لكن ما توصلش لدرجه الاهانه، اللي بيحصل ده اهانه. اللي بيحصل دلوقتي في الزمالك ده اهانه، وكله عامل نفسه مش واخد باله. كله لا استثني احد. مفيش وجهات نظر قريبه ما بين المجلس وما بين جون ادوارد ولا لا 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 انا رايح لحته ابعد. انا رايح لحته ابعد. مفيش؟ لا هو رايح لحته ثانيه خالص. ايه بقى؟ طب لو بقى في وجهات نظر ايه هنكسب ايه؟ لا العمليه اكبر من كده. العمليه لا لازم يبقى في سند للزمالك دلوقتي. ده انت مؤمن امنيه الزمالك ان يدي اللعيبه شهر ولا اتنين ولا يكرمشوا يديهم شويه. الناس اللي بتجيب صفقات بتجيب مدرب بتجيب الكلام ده، انت دلوقتي لغايه دلوقتي ما عندكش مدرب. ليه كابتن معتمد كمان موجود؟ لا ما هو انت دلوقتي انت جايب كابتن معتمد وبتقول هتجيب مدرب اجنبي. انا من اول مره قلت لك هنا الزمالك مدرب مصري على قد امكانياتك. صح. فدلوقتي عمال تجرب مدرب اجنبي. فالقصه اخطر، لكن انت كده رايح المجهول. صحيح. طيب عايز اسالك على ملف التعاقدات، دولاب العمل في النادي الاهلي متنظم ولا لا؟ هل في مشاكل ولا لا؟ قصه برضو باختصار شديد، الاهلي داخل على صفقات من اللي يحبها الجمهور، صفقات القوائم الكبيره ولا لا؟ شوف الأهلي داخل على صفقات، طبعا داخل على صفقات وقد لا تقل عن 5. يعني هو أعلن إعلاميا بشكل غير رسمي عن يوسف بالعمري وعن عمرو الجزار. في 2 فراودة، في سيرد باك، ولو ديانج هيمشي هيبقى في حد في نص الملعب. فأنت على الأقل 5 لعيبة. ديانج أقرب لإيه أكتر يا أستاذ إبراهيم، البقاء ولا الرحيل؟ امبارح الكابتن وليد صلاح اكيد لي انه في اخر تواصل معاه امبارح عشان ظبط له حته الاجازه ويجي يوم 15 ويتمرن يوم 16، انه بقى اقرب كتير للبقاء عن قبل كده. ان الامور الماليه الى حد كبير بتقرب. لكن ده مش كلام نهائي، لانه هو احيانا حتى قبل كاس الامم بعد ما بيقرب الوكيل بيبعد له او بتجيله حاجه ثانيه. ماشي. الوقت ما عادش في صالحك. ايوه. انت خلاص في يناير اي لاعب من اللعيبه ال6 اللي عقودهم انتهت من حقه يوقع على اي نادي. الصفقات قلت لك الاهلي عازم على انه المره دي يصلحها جامد. يصلحها بجد. سواء في الميركاتو الشتوي او في الصيفي. هتحتاج مش اقل من 3 فترات، من فترتين ل3 فترات يعني على الاقل انت الشتاء والصيف أيوه. تكون عملت 80% من بناء الفرقه. هتضحي هتضحي بمعنى انك انت عندك مشكلتين دلوقتي اللي مفرملين حته الصفقات واللي مخليه الجمهور بيقول ليه متاخرين. الجزء الاولاني مرتبط بعدد الاجانب اللي عندك. انت مش هتجيب حد من غير ما تمشي. المفاوضات مع الاثنين اللي هيمشوا اذا كان اشرف داري او جراديشار مش نهائيه. اذا كان اشرف داري اقرب لفسخ التعاقد فده بكلفه عاليه وكلفه الدولارات. صحيح. فدي مش سهله. فانت عندك عدد الاجانب بالاضافه حتى المحليين اللي انت ممكن تدخلهم في صفقات تبادليه. في ناس منهم بعد ما بتوافق بيرجع يرفض. ماشي. فانت عندك المشكلتين. المحليين بيرفضوا التبادليه، والاجانب هتمشي في الاخر هتمشي بس هتغرم كتير.
علشان كده انا بقول لك ممكن جدا يبقى فيها حلول سواء فلسطيني عربي اردني غيره في الجزء الهجومي، انما مش كل الفرقه هتقدر تلبي احتياجاتها دلوقتي. طب الزمالك بقى معلش انا يعني طب الاهلي دلوقتي عايز بيعيد بناء. ايوه. طب الزمالك ده إيه خير ان شاء الله يعني. اما بيعيد بناء. طب انا والله يعني يعني خضري انت اللي ناقشت الموضوع. بس خضر الموضوع مش يعني لا يا لا يا باشا بجد والله بيراميدز هياخد نص الباقي الزمالك. حاجه في الزمالك بس لا الموضوع برضو مش واصل لعتمه كده يعني ما لا عتمه ونص. لا يعني لا على يوم 18 زي ما عمرو كان بيتكلم انا عارف انه او عندي معلومه انه بعد مدينه الانتاج ب 10 كيلو وانت رايح المنطقه الصناعيه ارض الزمالك بقت موجوده وهيتم فيه استثمارات. اجاوبك طيب هقول اللي عندي وهجاوب طبعا. وهيتم بنسبه كبيره حل القيد يعني دي معلومه عندي. والارض الثانيه مش في اسيوط دي ارض قديمه ده ممكن تبقى في التجمع. ففي حلول كتيره ممكن عشان بس الدنيا ما تبقاش غامقه قوي الناس تاخد نفسها. لا هي غامقه عشان بس ما نقعدش الناس بقى لنا 5 6 اشهر الارض هتيجي الارض البديله الارض مش البديله. الوضع دلوقتي ايه؟ انت كام النهارده كام يناير؟ 14 يناير. انت دلوقتي الزمالك جايب كام لعيب ولا بيفكر؟ طيب عشان الوقت بس سؤال بس حضرتك في كلامك في السؤال الزمالك محتاج سنده صح؟ طبعا. من انهي نوع؟ من كل اللي يعني اقول لك طيب ما اقول لك محتاج بص كل من يهتم بكره القدم والمنافسه بالاهلي محتاج اقول لك من الاهلي. محتاج ما انا اقول لك محتاج من الاهلي والاهلي عملها يعني الاهلي في لعيب مهم في نادي الزمالك اتعرض على الاهلي رفض ياخده قال لك مش هاخده في التوقيت ده مين زيزو؟ من غير ما اقول بقى زيزو ايه ما لا بقول لك جديد دلوقتي دلوقتي يعني والله طبعا تاريخي ده بنتائج اتعرض على الاهلي والاهلي الاهلي قال لك مش وقته. طب ايه يا جماعه طب ما الفرق طب ما انتوا خدتوا زيزو قال لك حركه كويسه من الاهلي دي طبعا. شفت انا طيب ازاي؟ لا ما انا بقول لك ايه السند يبقى من كل اللي بيحب كره القدم لازم يسند الزمالك في التوقيت ده. طب ما الاهلي ساعد اهو. ما انا بقول لك ساعد كده بقى. انا عندي تحفظ بس الاهلي لو عرض عليه اي شيء في نادي الزمالك هياخده. انا ما لا المعلومه دي صحيحه مليون في المية. بنتاج استاذ احمد الخضري قال المعلومه يا باشا الموضوع بص يا باشا الاهلي مش هيدخل على اي حد يا باشا بص يا باشا المعلومه صحيحه مليون في زيزو كان في امام عاشور لا ماليش يا عمرو لا الكيس مختلف. زيزو عقده كان منتهي مش فسخ عقده ويا ريس برضه زيزو عقده منتهي وامام عاشور ما كانش بنتاج ما زال لاعبا في نادي الزمالك الاهلي ما يقدرش ياخده. ده اللي انا عايز اقوله. بنتاج ما زال لاعبا في الزمالك وبيورد في الاهلي حتى الان موضوع قانوني وبنزاع ما بين الزمالك شايف ان هو اصلا حاط فلوس اللاعب اول ما يقول لك قانوني على فكره بنتاج على موقع فري ترانسفير حاليا. لا موقع ترانسفير هو لا اي نادي يروح هو ده موقع معتمد ان انا اخد منه اللاعب في حاجه بتقول انه عقده موجود مع حاجه ثانيه. طب ايه اللي فرق ان النادي الاهلي دلوقتي ما ياخدش لعيبه من الزمالك؟ طب ما الزمالك اصلا طول عمره عنده ازمات اشمعنى؟ طب ما زيزو اللي هو اي نادي فيهم يا شوقي هيلاقي الفرصه مستحيل اكتر من حد. والمواقف التاريخيه موجوده. انتوا ليه مصممين تكتبوا امام عاشور جه للزمالك يا جماعه؟ جزء من كلام بس انتوا ليه مصممين على كده؟ لا اللعيب رجع الزمالك يا استاذ ثانيه واحده نقطه نظام تاني انا باكد المعلومه اللي انا قلتها. مش معنى كده ان كمان موسى او الزمالك يقف على حلو الاهلي هيعمل كده تاني. لا انا بقول لك حصلت في التوقيت ده. انا بقول الواقع حصلت مش ما حصلتش. تمام. خالد عايز اعرف منك مروان عثمان رايح الاهلي ولا لا؟ وطاهر اخباره ايه في الصفقه دي ولا خرج ولا يهمك وهو شغال فيها ولا لا؟ طيب خليك مكانك طب ولا لا وقول التفاصيل اللي في الديتيلز. اعصابك ده الدنيا شغاله. كمل بقى. طب ما اجاوب انا وخلاص. مروان عثمان يعني اقرب للنادي الاهلي من اي وقت مضى. وبرضه بنفس النظريه اللي اتكلم فيها ابراهيم ان النادي الاهلي عايز يامن الجزء الامامي بلاعب محلي. كان المفاضله ما بينه وبين اسامه فيصل، ولكن انا باكد لك ان في الجلسه الاخيره اللي حصلت ما بين النادي الاهلي وبين البنك الاهلي بين الكابتن سامح حفيظ واللي هو اشرف نصار في الاتفاق على عمرو الجزار لم يتم التطرق لاسامه فيصل عشان النادي الاهلي شايف ان مروان عثمان هو اللي اولى انه يكون موجود. العمليه رايحه فين وجايه منين؟ الاثنين رفضوا. طاهر رفض ويستر رفض ان طاهر يخرج من النادي الاهلي.
العمليه رايحه في لعيبه بقى. طب محمد عبد الله، طيب قطع اعاره بيكهام، هي العمليه رايحه وجايه، ولكن النادي الاهلي عنده رغبه كده سيراميكا كليوباترا عايز يرجع بيكهام طالما الاهلي جاب عمرو الجزار. بالظبط بالظبط. لا مش كمان عمرو الجزار، النادي الاهلي كمان رايح لجزء. طب عمر كمال عبد الواحد ما اتكلموش فيه؟ عمر كمال عبد الواحد اتكلموا فيه طبعا. لو لما اشرف داري خلاص، اشرف داري على مشارف الرحيل يعني خلاص، ممكن تقول ساعات يتم الاعلان على الموضوع. اتسوى ازاي؟ يعني حتى الان الموضوع تسويه ماليه، ما علمته انه خلاص بيتعامل مع اللعيبه دلوقتي انه خلاص الامر انتهى، اللعيبه زمايله يعني، وانه ماشي. قبل ما نطلع على الهواء مباشره اللي عندي كان تسويه. ولكن كانت المفاجاه بالنسبه لي ان كان جراديشار ده النهارده يعني وفقا لتواصل مع الناس في النادي الاهلي، جراديشار كان منفتح جدا على فكره كمان الاعاره الداخليه، انه يعار الى نادي مصري عادي جدا، ولكن بشرط انه ياخد نفس المقابل المادي اللي بياخده من النادي الاهلي. خد بالك في مشكله، لان انا كنت في اتحاد الكوره وعرفت ان الاهلي عنده مشكله في حته الاعاره. جاي لك في الحته دي، انا جاي لك العدد، فعشان كده قفشه هيروح الاتحاد مش اعاره، ما انا جاي هيروح بعقد ثلاثي. في لعيبه كتير عشان كانوا بيسالوا فقال لك شغال، قال لك شغال، كله شغال، يعني الاهلي هيمشي كله عقد ثلاثي. مش قصه كمان عقد ثلاثي، ممكن يكون عقد بيع اصلا ومحطوط فيه بند من احقيه النادي الاهلي، عقد ثلاثي هيرجع له وهيجدد سنه كمان مع السلامه. لسه بسرعه بس من ناحيه الصفقات. انا طالع فاصل لازم اختم. طب خلاص لا قول بسرعه. الموضوع الثاني اللي هو المهاجم الاستاذ ابراهيم قال في 2 مهاجمين، غالبا هو المهاجم اللي هو كاموش اللي اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو بيلعب في النرويج، ده موجود كستاند باي يعني، ولكن بيحاول النادي الاهلي انه يخلص فيه مهاجم افريقي برضه في اوروبا. لو ده ما حصلش النادي الاهلي هيروح له ترشيحات كتير. الحاجه الاخيره النادي الاهلي عايز على يوم السبت او الحد اللي جايين يكون مخلص من 75% من احتياجاته، وهيبقى صفقه او 2 تخلص قبل يوم 30 يناير بالنسبه للنادي الاهلي. عمرو وشك